الكتابة الإقليمية تقدمها الأخت أستاذة خديجة بن. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الحضور، أخوات الحاضرات، نرحب بأنفسنا عندكم وكذلك نرحب بكم. تحية أخوية لجميع الحضور الكريم، وكنرحبوا بهم في الجلسة السياسية. الإخوان ديالي، هذه الزيارة تأتي من منطلق إيماننا بأن التواصل بين قيادات حزب العدالة والتنمية مع الأعضاء والمتعاطفين ديال الحزب، أن هذا التواصل هو في حد ذاته تأطير سياسي من أجله كتوضع هذه الأحزاب، وكذلك هي كتدخل في إطار التفاعل البناء الإيجابي يعني مع الأحداث الوطنية أو المعطيات الوطنية الجهوية الإقليمية عبر تبادل الأفكار، طرح المشاكل. ثم هناك إضافة أخرى، أن من منطلق الورقة المذهبية للحزب أن حزب العدالة والتنمية حزب وطني سياسي ذو مرجعية إسلامية. نحن دائما أوفياء لهذه المرجعية. لهذا السبب نحن نقوم الآن بزيارة صلة الرحم بين أبناء الوطن الواحد في هذه الأيام المباركة التي نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيها صيامنا وقيامنا وأن نكون من العتقاء من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. أريد أن أتطرق إلى النجاحات التي وصلت إليها الحكومة في أداء مهامها تحت رئاسة حزب العدالة والتنمية بطبيعة الحال، بالتوجيهات وملازمة يعني الرعاية السامية لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله. وكذلك هذه النجاحات جاءت بمساهمة الدائمة أو المساندة الدائمة للمواطنين لهذه الحكومة ولهذا الحزب. فهذه النجاحات هذه كانت خضعت المغرب إلى شاطئ. هناك من يقول أن شخصيا أنا أتفق معه أن حزب العدالة والتنمية النجاح الذي وصل إليه كان البناء ديالو من اللي كان الحزب في المعارضة. يعني هاد النجاحات اللي وصل لها ما كانش الحزب ديالنا كيمارس المعارضة، يعني المعارضة كان كيدير المعارضة بطبيعة الحال المعارضة البناءة، ولكن بحكم الاحتكاك ديالو والتواجد ديالو في الساحة السياسية كان في نفس الوقت كان كيطلع على السياسات العمومية التي كانت تنهجها الحكومات السابقة. يعني كان كياخذ هاد السياسات هذه وكيدير لها تقييم وكيتفاعل معها، وكان في نفس الوقت كيدرس المشاكل اللي تعرضت لها وكان تيبحث لها على حلول. فحزب العدالة والتنمية ملي جات الانتخابات التشريعية ديال 2012 فكان مهيئ نفسه أنه إلا كان عنده الرئاسة إن شاء الله غادي يكون عنده كفاءة باش يسير الحكومة. فملي جات السير الحكومي اعتمد على 3 المرتكزات. أولها العمل المندمج، ثانيها المقاربة التشاركية، ثالثا ربط المسؤولية بالمحاسبة. يعني الإخوان ديالنا ملي طلعوا الممارسة ديال سير الشأن العام يعني حطوا واحد 3 ركائز أو 3 دعائم باش يبنيو هذا العمل هذا. هادشي علاش كيجي هاد النوعية ديال اللقاءات التواصلية ديال الإخوة البرلمانيين وحتى الإخوان ديال الهيئات الأخرى. فغادي ندوز إن شاء الله الكلمة ديال الكتابة الإقليمية. نحن ككتابة إقليمية نتمم هذه الإنجازات ولا يسعنا إلا أن ندعمها، وسنواصل دعمنا للحكومة ما دامت تسير على طريق الإصلاح. ومن هذا المنبر
نقول للمشوشين والمغرضين: سئمنا المسرحيات البائسة. والشعب المغربي خرج يوم 4 شتنبر ليقول: تراجعوا عن مهازلكم وعودوا إلى جادة الصواب. فلم تعد الخرجات الاحتجاجية مرة بقناع نقابي، مرة بقناع حقوقي. لم يعد الشعب يستطعمها، بل أصبح يقرف منها. الشعب المغربي يتطلع إلى مستقبل مشرق لأبنائه، يتطلع للعيش الكريم والعادل والمستقر. وأوجه بالمناسبة رسالة للإخوان ديالنا داخل التنظيم داخل الحزب: ما دام إخواني الكرام القطار على السكة والسائق يقظ والركاب ملتزمون بقانون السفر، فأكيد أن المحطة القادمة ستكون أحسن من المحطة المتجاوزة. نتمنى الله أن الإخوان ديالي يفهموا الرسالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.